اهلا وسهلا بيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله عاملين صينية مسقعة جميلة جدا جدا، طبعا عشان الجو اللي احنا فيه دون، ونظرا لان احنا كمان اخر الشهر. اللي يحب بعد ما وصلت للمستوى ده فوق البوتاجاز، زي ما انتم شايفين، نحطها في الفرن. برضو تاخد لون، هتعجبكم جدا جدا جدا، جميلة جدا، طعمها خطير. وكمان عملنا سلطة الحمص الشام زي ما انتم شايفينه كده. جبناه نقعناه وسلقناه، وجهزنا خيار وطماطم، وهنخلط في الاخر بقى ساعة التقديم بنخلطهم ببعض ونضيف عليهم الدريسنج، الخل والليمون والملح والكمون والفلفل والبصل. بتبقى جميلة جدا جدا، بس بنضيفها بقى في النهاية بإذن الله ساعة التقديم. وبنقطع البصل برضو ساعة التقديم علشان طعمه ما يتغيرش زي ما حضراتكم عارفين. ودي المسقعة بتاعتنا الجميلة. يا ريت اللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة، فعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان عملنا حمص الشام زي ما حضراتكم شايفين كده، جميل جدا. الجو بقى برد جدا النهارده، ولازم نعمل حاجه تدفينا وتدفي الاولاد. جميل جدا. يا دوبك بنحط الميه وبنحط الصلصه، معلقه صلصه، وبنحط كمون وليمون، وخلاص كده جهز. بس يلا بينا نبدأ ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف عملنا الحاجات الحلوة بتاعتنا دي ازاي. خليكم معايا احلى متابعين. ونسمي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم احلى متابعين. استمرارا بقى للاكلات الاقتصاديه واكلات اخر الشهر، كل شهر حضراتكم طيبين. هنعمل بقى ان شاء الله المسقعه، وطبعا حضراتكم كلكم شاطرين فيها، احنا بس بنوريها لبناتنا الصغيرين اللي لسه عروسه جديده، او لسه بتدخل تساعد ماما كده في المطبخ. عملنا ايه بقى يا حبايبي؟ ده بتنجان رومي قطعناه، وممكن بقى علشان ما يشربش زيت كتير نحطه في صينيه وندخله الفرن. وبس يا دوبك نديه فرشه زيت كده من فوق الوش، ونبقى بنقلبه تحت الشوايه. وبرضو البطاطس بتاعتنا قطعناها زي ما انتوا شايفين كده صغير جدا، وبندخلها الاير فراير او بنحمرها في معلقه زيت واحده ونغطي عليها، بحيث ان احنا نتحايل ان احنا ما نحطش زيت كتير. وبرضو الفلفل نفس الحكايه في الفرن او في الاير فراير زي ما انتوا شايفين. وطبعا الكميه كل واحد يحدد الكميه على حسب عدد افراد الاسره. جينا هنا دي بقى الصلصه بتاعتنا. بنحط توم مهروس، بناخده مع معلقة زيت أو معلقتين زيت، وبنخليهم يطلعوا ريحة بس كده في التشويحة. بنحط عليهم معلقة خل. الخل بقى يا جماعة بينقل عايزين نبعد عن الدخان ده شوية. بينقلنا في المسقعة لمكان تاني خالص، بيدي طعم خطير للمسقعة بتاعتنا. وممكن على فكرة نحط كمان مكعب مرق دجاج. وبنحط بقى فلفل، وبنحط التوابل اللي حضراتكم عارفينها، ونبدأ نسيبه يتسبك شوية، ونرجع ننزل المكونات بتاعتنا. نحط البطاطس الأول. خليكم معايا يا حبايبي، يتسبك شوية ونتابع مع بعض. حطينا البطاطس بتاعتنا والفلفل، ونخليها تغلي غلوتين كده، وبعد كده هنحط البتنجان بتاعنا. الأكلة يا جماعة دي تعتبر موفرة. نبدأ ننزل البتنجان، وكمان طعمها شهي. نعمل معاها سلطة جميلة جدا، ومناسبة يعني للتوقيت ان احنا اخر الشهر وكده. يبقوا جربوه. يا ريت اللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبايبي احلى متابعين، اشكركم
شكرا جزيلا متابعيني من مصر ومتابعيني من الوطن العربي. أشكركم شكرا جزيلا، جزاكم الله كل الخير، بحبكم جميعا في الله. عملنا كمان جبنا ربع كيلو حمص الشام، هنعمل سلطة ونرش عليها حمص بحيث ان هي تبقى قيمة غذائية عالية. كمان شوفوا حمص الشام علشان الجو اللي احنا فيه ده. يبقى كده يا جماعة استفدنا من ربع كيلو حمص، عملنا منه حمص اهو يستوي بس، وهنعصر عليه الليمون، حطينا عليه التوابل بتاعته، الكمون وفص ثوم قطعناه ومعلقة صلصة. كده بقى عندنا كمان حمص الشام بولادنا. البرد بقى درجات الحرارة بره جامدة جدا جدا ساقعة. ودي هنعمل لها السلطة بتاعتها. بنعملها ازاي؟ بنقطع خيار، بنقطع طماطم قطع كبيرة، وبنحط بصلاية كمان، وبنحط الحمص عليها، وبنحط بقى الدريسنج بتاعنا، خل وليمون وملح وفلفل، كل اللي حضراتكم تحبوا. بيبقى طعمها جميل جدا جدا علشان تبقى أكلة متكاملة النهاردة مع المسقعة بتاعتنا الجميلة. يا ريت يكون الفيديو النهاردة عجبكم، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحب أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.